وزارة الأمن الداخلي عايزة إشعار أسبوع قبل ما الكونجرس يدخل مراكز الاحتجاز بتاعة الأيس. القرار ده مش تفصيلة إدارية صغيرة، ده صراع على الرقابة والشفافية هنا في أمريكا. وخليك معايا لأن اللي جاي ممكن يغير شكل الزيارات للمنشآت دي بالكامل. في يوم 8 يناير 2026 صدرت ميمو رسمي من وزيرة الأمن الداخلي اللي هي كريستي نوم ساعتها. الميمو دي بيتكلم عن زيارات أعضاء الكونجرس الأمريكي لمنشآت تابعة للأيس، وبيقول بشكل واضح لازم العضو يبعت إيميل لمكتب العلاقات مع الكونجرس، والايميل ده لازم يتبعت قبل الزياره ب7 ايام على الاقل. مش بس اختار، ده كمان طلب اذن قبل ما يحصل اشراف ورقابه، وده بيخلي ناس كتير قوي تسال هو الاشراف بقى محتاج موافقه في الايام دي؟ قبل ما نحكم لازم نفهم السياق اللي خلى الميمو ده يطلع. الميمو ده بيرجعنا لحد يونيو 2025 لما حصلت حوادث كتيره وكبيره ومؤلمه في نفس الوقت. الميمو وصف الحوادث دي ان هي كانت مؤثره واحيانا عنيفه، وبعد الحوادث دي اتوجهت تعليمات ان الزيارات تتطلب طلب قبلها ب7 ايام على الاقل. يعني الفكره مش جديده تماما، لكنها رجعت بس بصيغه اقوى. وبعدها حصلت نقطه تحول قانونيه مهمه جدا يوم 17 ديسمبر 2025. كانت في قضيه في محكمه في واشنطن، والمحكمه قالت ان السياسه القديمه بتاعه الاخطار الاسبوعي ده مش متوافقه مع القانون الامريكي. وبالتحديد المحكمه ربطت الكلام ده كله بحاجه اسمها سيكشن 527 بي في الاعتمادات. القسم ده بيقول ان اموال الدي اتش اس او وزاره الامن الداخلي ما ينفعش ان هي تستخدم لمنع اعضاء الكونجرس الامريكي من ان هم يدخلوا المنشآت التابعه للوزاره بغرض الرقابه والاشراف. القانون كمان بيحكي عن منشآت بتحتكز او بتأوي اشخاص غير مواطنين امريكان. هنا بقى كان في جدل كبير جدا، هل مكاتب الايس دي الميدانيه تدخل في هذا التعريف ولا لا؟ الدي اتش اس قبل كده كانت بتقول ان المكاتب الميدانيه دي مش منشآت احتجاز، لكن المحكمه قالت حاجه مختلفه ومهمه جدا في قرار ديسمبر ده. المحكمه اعتبرت ان المكاتب الميدانيه ومرافق الاحتجاز المؤقته داخله في هذه التغطيه. يعني حتى لو المكان اسمه مكتب، طالما بيتم فيه احتجاز او ايواء شخص يبقى ينطبق عليه معنى المنشاه اللي هي بتستخدم للاحتجاز او للايواء. وده معناه ان الاشراف المفاجئ من غير اخطار ليه سند قانوني قوي جدا. طب المحكمه قالت الكلام ده ازاي بقى طلع ميمو في يناير 2026 بيقول عكس الكلام ده؟ هنا بقى الميمو ده بتاع وزيره الامن الداخلي اللي هي كريستي نوم ساعتها كان بيحاول يعمل مخرج قانوني مختلف. الميمو بيقول انه مش متفق مع قرار المحكمه لكن لازم نلتزم بيه، وبعدين بيضيف نقطه جوهريه في تمويل جديد مش خاضع لنفس القيود. الميمو بتاع شهر يناير 2026 عمل اشاره للقانون التمويلي الجديد اللي هو الوان بيج بيوتيفول بيل اكت، وبيقول ان الاموال دي اللي كانت جايه من القانون ده مش خاضعه للقيود بتاعه القانون الثاني اللي المحكمه قالت عليه اللي هو سيكشن 527 بي. وبناء عليه الميمو ده بيوجه الايس ان هي تستخدم التمويل ده للموضوع ده. الفكره هنا واضحه جدا، اللي هو احنا هننفذ سياسه الاشعار بس بتمويل خارج القيود القديمه. خلينا نحاول نبسطها بمثال واقعي من غير تفاصيل زياده علشان خاطر اللي بيسمع الفيديو يبقى فاهم انا بتكلم على ايه بالظبط. لو مثلا في عضو في الكونجرس الامريكي عاوز يزور او يدخل منشاه تابعه لمراكز الاحتجاز بتاعه الايس عشان خاطر يشوف الظروف بتاعه الاحتجاز بيتم فيها ايه، زمان كان ممكن يروح فجاه ويشوف الوضع على طبيعته. دلوقتي على حسب الميمو دي لازم يبعت ايميل قبلها باسبوع، وكمان لازم الايميل ده يبقى للمكتب المختص بالعلاقات مع الكونجرس. في ناس هتشوف ان الكلام ده تنظيم، وفي ناس هتشوف ان هو تقييد على الرقابه، والحقيقه ان الخلاف ده هو قلب القصه نفسها. الميمو نفسه بيقول ان هدفه الامتثال لقرار المحكمه، بس في نفس الوقت بيحافظ على قاعده الاشعار ال7 ايام دي. الكلام اللي انا بقوله في الفيديو ده معناه ان المعركه اللي دايره ما بين المحكمه وما بين الدي اتش اس معركه مش بس قانونيه، دي كمان تعتبر ماليه وتشريعيه في نفس الوقت. خليني احاول اقول لك ايه اللي الميمو ده ما قالوش بصراحه لكنه مفهوم من وسط الكلام. لما تقول لعضو كونجرس ابعت ايميل قبلها باسبوع، انت كده كانك بتتحكم بالجدول بتاعه. ولما تقول له انك لازم تاخد اذن، انت كانك بتفتح باب للاستثناءات والتقديرات الداخليه. خلينا احاول اوضح ليه الكلام ده ممكن يكون مهم حتى لو انت شخص مش بتتعامل مع الايس مباشره. لان فكره الرقابه البرلمانيه هي خط دفاع ضد اساءه استخدام السلطه، ولان طريقه تعامل الحكومه مع الرقابه دي بتعكس اتجاه اوسع في السياسات، ولان الهجره ملف حساس جدا في الايام اللي احنا فيها دي، واي تغيير اجرائي بيتحول سريعا لواقع يومي. الميمو اللي انا بتكلم عليها دي ما قالش ان الزيارات اتمنعت، لكنه ربطها باجراءات مسبقه طويله، والاجراءات دي على اعضاء الكونجرس نفسهم. خلي بالكم الحاجات اللي بتحصل ما بين الكونجرس وما بين الدي اتش اس، الكلام ده كله بيأثر في الاخر على المؤسسات اللي هي التابعه للدي اتش اس في التعاملات اليوميه مع الناس. وفي الاخر الكلام ده كله هيرجع يأثر على الملفات اللي الناس بتقدمها بشكل يومي تقريبا. في النهايه انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. شكرا جدا لمتابعتك، اتمنى لك كل التوفيق.